عارفة الإحساس لما تبقي تعبانة ومش عارفة ليه، ومفيش مشاكل واضحة ليكي ولا حد مزعلك، بس في هم وفي خنقة، حاسة انك متضايقة وحاسة ان انتي حاسة بإحساس كده غريب، مخنوقة متضايقة من كل حاجة، وفي الوقت نفسه ما حصلش أي حاجة ولا حصل مشكلة، بس انتي حاسة الإحساس ده. أنا كنت كده لحد ما قابلت أجمل عادة ممكن تغير حياة أي حد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي سعادة وفي أحسن حال. وحشتوني. النهاردة هكلمكم عن حاجة هتغير حياتكم خالص، زي ما غيرت حياتي كده، بدلتها 180 درجة. ازاي لما تكون حاسة بالخنقة وحاسة بالضيقة وحاسة ان انت مخنوقة وزي ما يكون عندك مشكلة كبيرة، بس ما فيش مشكلة، يعني انت ما حدش ضايقك، انت حاسة ان انت متضايقة كده مع نفسك. عارفة لما نقول كده ايه؟ انا مخنوقة ومتضايقة مع ان ما حصلش حاجة. هو ده نفس الاحساس. وزي ما انا قلتلك ان انا هقولك على كل حاجة انا جربتها وعملت بيها، وكانت هي المفتاح والسر في ان حياتي تتغير. تعالي كده معايا وهقولك ايه السبب. الحاجة دي لو انت عملتيها صدقيني هتكون السبب في ان حياتك كلها تتغير من حال لحال تاني خالص. لو انت عملتي الحاجة دي صدقيني، ولا انت هتحسي بخنقة، ولا انت هتحسي ان انت متضايقة او مكتئبة. صدقيني الحاجة ديت والله والله وعن تجربة ان بتخلي يومك كله بركة وكله يعني تحسي ان الحاجة كده بتتعمل بكل سهولة، وتحسي ان انت مش مهمومة ولا متضايقة ولا حاسة ان انت مثلا ان انت مثلا قاعدة مثلا عايزة تعملي حاجة ومكسلة ومش عايزة تعمليها. لا، ده سبحان الله الحاجة دي هتخليكي كلك نشاط، وعندك يعني طاقة كده ملهاش حدود. موضوعنا النهاردة مهم لكل حد. موضوعنا النهاردة هو قيام الليل. قيام الليل صدقيني هو السحر، هو السر في كل حاجة حلوة ممكن ان انت تحسي بيها في يومك. ولو جيتي يوم وخدتي ان انت كده تصلي قيام الليل وتعودت عليه، لو جيتي يوم ان انت ما تصليهوش هتحسي ان انت في خنقة وضيقة، وهتحسي ان انت مكتئبة. صدقيني عن تجربة، قيام الليل ده حاجة مهما قلتلك عليها مش هتحسي بيها الا لما تجربيها. كنت دايما فاكرة ان قيام الليل صعب، قيام ليل بقى وان اقوم بالليل واقوم من النوم عشان خاطر اصلي قيام الليل، ومحتاجة بقى مجهود ومحتاجة، لا ده قيام الليل دي محتاجة ناس ملتزمة قوي علشان خاطر ان هي ايه تقوم وتصلي قيام الليل. لقيت ان هي سهلة جدا. ده انا يعني لو صليت ركعتين قبل الفجر دي هتعتبر من قيام الليل. لو ركعتين بس، لو انت قمت قبل الفجر كده بنص ساعة وصليتي يبقى انت صليتي قيام الليل. فقلت بيني وبين نفسي يعني انا ممكن اقوم واقرب من ربنا من غير يعني من غير اي مجهود. يعني اللي بيخليكي مثلا تقومي وتشتغلي وتعملي كده شغل في البيت وتتعبي، سبحان الله لما انت تبقي قريبة من ربنا دي حاجة كبيرة قوي وحاجة جميلة خالص، يعني احساس جميل جدا. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. انا قمت قبل الفجر، اتوضيت وفرشت كده السجادة بتاعتي الجميلة، ووقفت كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وقمت قبل الفجر بنص ساعة وصليت اول ركعتين. صدقوني كانوا احلى ركعتين في حياتي بجد. يعني انا بكلمكم عن احساسي لما تقومي كده تصلي ركعتين كده، يعني في والناس كلها نايمة، وانتي اللي واقفة كده بتصلي
في ناس أيوه زيِّك قايمة برضه لإن بتحب ربنا وبتحب الصلاة وبتحب القرب من الله سبحانه وتعالى، فبيبقى إحساس جميل جدًا مش هيحس بيه غير اللي بيقوم قبل الفجر علشان خاطر إن هو يصلّي. فكانوا أحلى ركعتين في حياتي. يعني حسّيت كده إن أنا باتكلّم مع ربنا سبحانه وتعالى، حسّيت إن بجد الملايكة كده موجودة، حسّيت إحساس يعني مش عارفة أوصفه لكم بجد، بس هو إحساس جميل جدًا، إحساس فيه خشوع، يعني صلاة الليل ديّة بيبقى فيها خشوع جامد جدًا، لإن أنتِ مش قايمة إن أنتِ بتأدّي فرض هو لازم إن أنتِ هتصلّيه دلوقتي، لأ ده يعني أنتِ قايمة أنتِ برغبتِك أنتِ عايزة تقرّبي من ربنا وعايزة تصلّي، ف كانوا أحلى ركعتين. فقعدت أتكلّم مع ربنا ولو عندي بقى أي هموم، أي مشاكل، أي حاجة ما لهاش حل، ابتديت إن أنا أتكلّم مع ربنا في سجودي من خلال الصلاة، صلاة قيام الليل. يعني ومن غير ترتيب، يعني أنا باقول كل حاجة ومن غير ترتيب. فهو أنتِ قرّبي من ربنا، صلاة قيام الليل حل لكل المشاكل، ما هيبقاش في مشاكل في بيتِك، هيبقى في خير في أولادِك، هيبقى في بركة في البيت، هيبقى في رزق، وهتبقى في حياة جميلة كده، هتحسّي إن اليوم ماشي كده بترتيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مرتّبه لِك. يعني سبحان الله كل حاجة أنتِ تيجي تعمليها كده تحسّي إن كل حاجة مترتّبة، كل حاجة معمولة كده لوحدها، يعني متسهّلة، متيسّرة. والله يا بنات أنا يعني باتكلّم معاكم يمكن باتكلّم معاكم بطبيعتي وعن اللي أنا حاسّاه علشان خاطر كل حد فيكم يحس الإحساس ده أو نِفْسه إن هو يحس إن كل حاجة مترتبة في حياته وكل أموره كده متساوية وربنا كده ميسّرها له، هو عليه بقيام الليل. قيام الليل هو يعني كل حاجة. أنا اليوم اللي ما باصلّيش فيه قيام الليل من ساعة ما استمريت على صلاة قيام الليل الحمد لله رب العالمين، خلاص ما أقدرش إن أنا أسيبه يوم، حتى لو تعبانة، حتى لو أنا مش قادرة باقوم وباتوضّى وباصلّي قيام الليل. أنتِ مش قادرة تصلّي مثلًا 11 ركعة، مش قادرة إن أنتِ حاولي من أول كده ركعتين، يعني ابتديهم بركعتين، ركعتين، يعني ركعتين وبعد كده الشفع والوتر، يعني ابتدي كده وبعد كده هتلاقي نفسِك كده يعني كل أمّا هتستقيمي كده وكل أمّا تخشعي كده في الصلاة، كل أمّا هتحبي إن أنتِ تزوّدي، كل مرّة زوّدي ركعتين، يعني الركعتين خدي معاهم ركعتين تانيين، بقوا كده 4، بعد كده هتوصلي ل6، بعد كده مش هيهون عليكِ إن أنتِ تسيبي قيام الليل كلّها. لو أنتِ مش قادرة تقومي تصلّي قبل الفجر، صلّي بعد العشا، يعني صلّي العشا وصلّي قيام الليل، وأمّا تقومي كده يعني في صلاة بقى اللي هي تصلّي بقى صلاة التهجُّد اللي هي قبل الفجر دي، صلاة يعني ما أقولكيش عليها وعلى جمالها، قد إيه هي جميلة، قد إيه هي مُريحة، قد إيه هي بتيسّر أمورِك كُلّها وبتسهّل عليكِ كل حاجة. لو وراكِ يعني مشوار، لو وراكِ حاجة عايزة تقضيها ومش قادرة إن أنتِ وصعبة عليكِ، والله هي بتتيسّر بقيام الليل. كل عبادة ليها جمالها وليها طعمها كده وزي ما بنقول كده ليها مذاقها الخاص. صلاة قيام الليل ليها مذاق خاص، يعني ليها طعم تاني. صلاة قيام الليل يعني زي ما بيقولوا كده إن قيام الليل هي شرف شرف المؤمن. قيام الليل هي أحلى حاجة في الدنيا. أقول لكم كده يا بنات على موقف وحصل بجد، إن أنا كان ليّا واحدة صاحبتي وكان في مشاكل بينها وبين يعني زوجها كتيرة جدًا، المشاكل دي يعني كانت من المستحيل إن هي يعني إن هي تتحل، خلاص يعني اللي هم واقفين زي ما يقولوا كده واقفين على الطلاق يعني. ف كانت بتكلمني وكده ونصحتها بقيام الليل، ونصحتها إن هي تقوم كده وتقومي يعني خاصة كده قبل الفجر وادعي ربنا. وكان
وسبحان الله عملت اللي انا قلت لها عليه وقامت كده وصلت وقعدت تدعي ربنا، والحمد لله ربنا يسر الامر وتصالحوا وبقوا كويسين جدا. ومن ساعتها الحمد لله ما عادش بتسيب قيام الليل دي ابدا، يعني خلاص هي بقت حاجه ايه عندها كده، ما تقدرش ان هي ما تصليش قيام الليل. مش لازم تبقي مثاليه، مش لازم تكوني يعني زي ما بنقول خاشعه كده 100%، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد اللي بيجيله، بيحب العبد اللي بيكون منكسر كده ويعني ايه يتذلل كده لربنا. ربنا بيحب الإنسان اللي بيجاهد. طبعا انت كده بتجاهدي نفسك على الصلاة وبتجاهدي نفسك على العبادة. هقول لك على حاجة من النهاردة كده، صلي قيام الليل وادعي أي دعوة كده انت نفسك فيها، بس صلي بيقين وبحب، وإن شاء الله ربنا هيرزقك كل اللي انت نفسك فيه. اعرفي كده ان انت لو أول مرة بتسمعي الفيديو ده، فدي علامة من ربنا سبحانه وتعالى ان هو عايزك تبدأي من هنا، عايزك تبدأي تصلي قيام الليل، لان هي فيها خير كتير قوي ليكي. طبعا احنا عارفين ان الكلام يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لك كده وسمعتي يعني سمعتي كده موعظة معينة او سمعتي حاجة كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو يعني اللي عايزك تسمعيها علشان هو رايد بك خير. فانت لو سمعتي الفيديو ده النهاردة ان شاء الله، ابتدي من النهاردة. لو انت مش بتصلي قيام الليل، ابتدي وصلي قيام الليل من النهاردة وادعي الدعوات اللي انت عايزاها. وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو الفيديو لمس قلبك. استني بقى فيديوهات جاية ان شاء الله كده، هنتكلم فيها من القلب ان شاء الله اكتر واكتر بإذن الله. بحبكم في الله، وما تنسونيش كده في دعوة حلوة. وما تنسونيش يعني ما تنسوش ان انتوا لو لقيتوا الفيديو كده في يعني معلومات تفيدكم، فحاولوا تفيدوا بها غيركم وتشاركوها مع غيركم.